تخيلوا معايا ان اللوزة دي مش زي اي لوزة، دي اللي بياكلها بيقول الحقيقة. وتعالوا نديها الفنان ونسأله انت بتجيب افكارك منين؟ الموضوع مش سهل خالص، عشان تلاقي الإلهام ده حوار يعني. بسرقهم. ايوه طبعا بيسرقهم، وفي الفيديو ده انا هقول لكم ازاي انتوا كمان تسرقوا زي الفنانين. النهارده انا هلخص لكم كتاب ستيل لايك ان ارتست او اسرق كفنان لاوستن كليون، اللي بدأ الكتاب بان هو قال ان مفيش حاجه اصلا اصليه. الكاتب الفرنسي اندري جيد قال كل اللي لازم يتقال اتقال خلاص، بس بما ان محدش سمع الكلام فكله لازم يتقال تاني. وده مش معناه ان احنا عادي ان احنا نسرق حاجات من ناس تانية وخلاص، لا، في اسلوب للسرقه علشان تكون مصدر الهام مش سرقه بجد. بصوا عليا مثلا، انا اصليه، اسمي ايمان عسكر، مصريه، طولي اطول من 1.5 متر بشويه، متجوزه عمور وعندي ادم وفيروز، بشتغل في انتاب وبكتب اغاني وبعمل فيديوهات. يعني الميكس ده اصلي، مفيش ايمان عسكر بالمواصفات دي تاني في العالم. ومع اني المفروض اصليه ومفيش زيي، انا اصلا عباره عن ميكس من جينات مامتي وبابايا وجدي وجدتي ومامتهم وباباهم وجدهم وجدتهم وهنكمل كده لغايه القدماء المصريين ان شاء الله. نفس الحكايه في اي عمل فني او اختراع. الفنانين او المخترعين طول ما هم ماشيين عمالين بيلموا في افكار، مش اي افكار، الافكار اللي تشدهم او تلمس حاجه جواهم او تاثر فيهم بشكل ما، تعجبهم، تضايقهم، تعصبهم، تلهمهم، لغايه لما هم يطلعوا افكارهم اللي بعد كده احنا بنشوف انها اصليه، بس في الواقع بتكون نتيجه لكل الافكار اللي اتسرقت قبل كده قبل ما هي تطلع. فاول حاجه هقولها لكم، دايما خليكم ماشيين بنوته، واي حاجه تعجبكم او تاثر فيكم اسرقوها، يعني اكتبوها، هتنفع. وتاني حاجه هقولها لكم، ما تستنوش، مفيش حاجه اسمها لما الاقي نفسي او لما اكون جاهزه او اي حاجه من اي كلام ده. اعمل نفسك فاهم لغايه ما تفهم، اعمل نفسك ناجح لغايه ما تنجح، اعمل نفسك بتعمل حاجه لغايه ما تعملها بجد. جرب. فرقه البيتلز المشهوره قوي زمان كانوا بيعملوا كفرز بس، يعني اغاني لناس تانية مشهوره، لغايه ما هم كمان بقى عندهم اغانيهم. على رأي الفنان الاسباني سلفادور دالي اللي قال اللي مش راضي يقلد اي حاجه مش بينتج اي حاجه. طب ايه بقى يعني ايه فن السرقه اللي انا اتكلمت عنه في الاول؟ اول حاجه، قلد الناس اللي بتحبهم، مثلك الاعلى، فنانك المفضل، وهكذا. تاني حاجه، ما تسرقش من واحد بس، اسرق من كتير. لو سرقت من واحد هيتقال عليك شبهه، لو سرقت من كتير هيتقال عليك اصلي. والله. تالت حاجه، ما تسرقش طريقه حد، اسرق طريقه تفكيره وبص على الدنيا من وجهه نظره هو. رابع حاجه بقى، اصلا لو حاولت انك تقلد حد كربونه يعني مش هتعرف، لكن لو تشبهت بيه فكريا وحطيت التاتش بتاعك هتطلع حاجه مميزه جدا. غير فن السرقه اللي انتوا بتهيألي فهمتوا دلوقتي انه مش مقصود منه سرقه يعني، الكاتب كمان قال كام نصيحه كده للناس اللي بتعتمد على الابداع في شغلها. قالك لما تيجي تعمل حاجه ما تعملش حاجه انت عارف تعملها وبس، اعمل حاجه انت نفسك انها اصلا كده كده تتعمل. يعني اكتب كتاب اللي انت تحب انك تقراه، اعمل مزيكا اللي انت تحب انك تسمعها، اكتب فيلم تحب انك تتفرج عليه، اعمل منتج نفسك ان انت تستخدمه، وهكذا. وقال كمان ابعد عن الشاشه على قد ما تقدر وقضي وقت في الواقع، حرك جسمك واعتمد على ايدك في الابداع قبل ما تكتب على الكيبورد. كمان قال خلي عندك اكتر من مشروع وهوايه على جنب حتى لو ملهمش علاقه ببعض، وعادي برضو لو بيلهوك عن شغلك شويه. وانت في المدرسه او في الجامعه بيكون معاك مدرسين او دكاتره حرفيا مدفع لهم فلوس عشان يهتموا بيك وبرأيك ويساعدوك، لكن لما بتتخرج بتكتشف ان الواقع هو ان محدش مهتم برأيك، ودي حاجة كويسة علشان تعك براحتك ومحدش مركز معاك وتاخد الاهتمام لما بجد تعمل حاجة كويسة. طب هقول لكم سر، قبل ما يبقى عندي فولورز كتير كنت بعمل فيديوهات يعني متخلفة قوي، يعني انا ساعتها كنت بحاول اخليها كويسة بس انا دلوقتي شايفاها يعني ما كانش ليها اي لازمة. فاول لما عملت اغنية فايرل وبقى عندي فولورز كتير والفيوز عمالة بتزيد، فتحت يوتيوب وفيسبوك وانستجرام بسرعة ومسحت كل الفيديوهات اللي كنت بعملها لما كان محدش عارفني. فالموضوع كان مفيد. الكاتب بيقولك استمتع بالغموض، استمتع بانك تكون مغمور على قد ما تقدر، واستغل ده، العب براحتك. يعني برضو انجح ازاي واتشهر؟ الموضوع بسيط جدا، اعمل شغل كويس ووريه للناس، ملهاش معادلة تانية. وعلشان شغلك يبقى كويس بقى خليك
ممل. جو الفنان المدمن اللي بيسهر الليالي ده خلاص قدم قوي، وبقى للناس اللي بجد مش فارقه معاها عمرها يبقى قصير ولا طويل. لكن الفن بجد محتاج طاقه، ولو ضيعتها للهبل ده مش هتلاقيها للفن. خلي عندك روتين واستمراريه في الفن اللي انت بتعمله، وهتلاقي مع الوقت شغلك بيتطور للشكل اللي انت عايزه. واخيرا خليك محاط بناس شيقه، عمرك ما هتكون احسن بكتير من الشله اللي انت بتقضي معظم وقتك معاها. لازم تدور على ناس تكون عايز تتعلم منهم او تكون عايز تبقى زيهم. صاحب اكتر واحد موهوب في الاوضه، ولو طلع انت روح اوضه تانية. اتمنى ان يكون الكتاب عجبكم واستفدتم منه. قولوا لي رايكم في التعليقات، هحب ان انا اسرقها جدا، قصدي اقراها جدا. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي.